في حالة انكم اتأخرتوا زيي ولسه ما عملتوش الزيتون، فيلا النهاردة نعرف كل اسرار الزيتون اللي هتخليه يعيش معاكم من السنة للسنة. بجيب الزيتون بغسله وبعقمه كويس وبديله شقة صغيرة كده وبحطه في مية، مش بنقعه ولا حاجة، انا بس ببقى عايزاه ما يسودش مكان الفتح. عصرت كيلو من الليمون وهبدأ ان انا اجهز الخضار بتاعي. انا النهاردة استخدمت كرفس فرنساوي. الكرفس الفرنساوي مع الزيتون لما بيتخلل معاه بجد بيبقى طعمه تحفة. هبدأ ان أنا اشيل الحاجات اللي هي عاملة زي الخيوط دي، واقطع الكرفس واقطع الجزر وكمان الليمون. قطعت حوالي كيلو وربع من الليمون، وهبدأ ان انا افتح الفلفل فتحة بسيطة كده. وبالنسبة للفلفل والليمون والجزر اللي بيتحط مع الزيتون ما تقيدوش بكمية خالص، حطهم بقى في حاجة مناسبة. حطيت عليهم معلقة من حبة البركة وشوية كمان من العصفر، هقلبهم مع بعض كويس. وهبدأ ان انا احط منهم شوية في البرطمان النظيف المتعقم، واخد من على وش الزيتون اللي بيبقى عايم على الوش مش بيكون نسبة المية فيه كتير، نسبة المية بتكون قليلة فيه، فباخده دوت بحطه في ارضية البرطمان بيعيش اكتر من اللي بيبقى في ارضية الطبق. عبيت البرطمانات وحطيت عليها الليمون اللي كنا عصرناه، وغطيتهم كده بقشر الليمون المعصور برضو. وهبدأ ان انا اجهز المية اللي هستخدمها لتخليل اي حاجة لازم تكون معقمة، يا اما مية مفلترة يا اما مغلية ومتبردة. ولكل لتر من المية بحط له كوباية الا ربع من الملح الخشن ومعلقة من السكر ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون ونص معلقة صغيرة من الكركم. هحط شوية زيت على وش البرطمانات وهبدأ ان انا اقفلها كويس. افتح عليه بعد 3 اسابيع وبس كده. لايك وشير واشوفكم فيديو جديد على خير.